متتبعي قناة عالم الصيدلة، مرحبا بكم في فيديو جديد آخر. في هذا الفيديو سوف أتحدث على النسوة اللواتي يستعملن بعض الكريم من أجل تفتيح البشرة أو تبييض البشرة أو إزالة البقع من داخل الواجب. بطبيعة الحال هذه الكريمات التي يستعملها النساء فهي غير مخصصة يعني لتفتيح البشرة أو تبييض البشرة، ولكن هي تستعمل لاستعمالات أخرى. على سبيل المثال كما تلاحظون أمامكم الكريم ديال توبيكورت، هذا اسم تجاري توبيكورت، فيه واحد الماده، واحد السبستونس عالمي اللي هو ديزوكسيميتازون. شنو هو ديكزوميتازون؟ هو اختتان كورتيكويد. كما تعرفون ان الاخطار ديال استعمال الكورتيكويد على المدى البعيد عنده اضرار وخيمه على الجسم، وما بالك على البشره، حيث يقوم بتفتيح البشره وكذلك تشويه البشره مستقبلا الى غير ذلك. اذا من هذا المنبر اود ان اقدم نصيحه للنساء اللواتي يستعملن بعض هذه الكريمات اللي فيهم لا كورتيزون التوقف عن استعمال هذه الكريمات، لانها ليست مفتاحه للبشره ولا لازاله البقع، رغم انها في البدايه تعطي نتائج ايجابيه. ويعتقد النساء انهن سوف دائما يبقى بهذا المنظر الجميل، ولكن هذا خطا كبير. اثناء التوقف عن استعمال هذه الكريمات اللي فيهم الكورتيزون ترجع البشره الى يعني اكفس ما كانت عليه في السابق. اذا من اجل تفتيح البشره هناك كريمات مخصصه لتفتيح البشره وكذلك لتبييض البشره وكذلك واقيه الشمس خاصه بالبشره الى غير ذلك. اذا نتمنى تكونوا استفدتوا في هذا الفيديو. الى استفدتوا دعمونا بلايك او اشتراك. الى فيديو جديد اخر والى اللقاء.